ايه رأيكم بقى في الحواوشي بتاعنا النهاردة؟ جنبه حبة طحينة. في ناس بتحبه في الفرن وفي ناس بتحبه في الطاسة من فوق. يلا نبدأ الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اي فيديو يا حبايب قلبي لازم نعطر لساننا وقلوبنا بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد إن شاء الله. رب يجعل قلوبكم عامرة بذكر الله ويجعل لسانكم رطبة بذكر الله. النهاردة بقى يا حبيبي يا حبايب قلبي، أحمد قال لي يا ماما أنا نفسي في حواوشي. قلت له بس كده يا حبيبي؟ غالي والطلب رخيص. طبعا في غلاء الأسعار كل يوم الأسعار بتزيد، كل يوم الأسعار مش عارفة أقول ايه بالظبط. طبعا الأسعار مش مخفية عن الدنيا كلها. الأسعار اللحمة كل يوم في زيادة، الفراخ كل يوم مش كل أسبوع، كل يوم في زيادة، الخضار نفس النظام. مفيش حاجة يا حبايب قلبي دلوقتي رخيصة. ربنا يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. جبنا عفوا، جبت ربع كيلو لحمة، جبت كيلو فلفل ألوان، جبت كيلو ونص فلفل رومي على شطة. يعني بصوا، أكلة واحدة بس 100 جنيه. أكلة واحدة بس اتكلفت 100 جنيه أو 80 جنيه. يعني بجد حاجة صعبة، يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. الحمد لله الحمد لله، ربنا يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. هنا يا حبايب قلبي أنا فرمت الفلفل الألوان في الكبة وحطيته في طبق ونزلت عليه باللحمة. حطيت له طبعا الكمون، فلفل أسمر، كزبرة، ملح، حتة شطة صغيرة لأن احنا فارمين توم شطة، فارمين عفوا فلفل شطة. وهنتعامل معهم بقى بإيدينا عشان يندمجوا ببعضهم مع بعض، لأن طبعا المعلقة مش هتنفع فيهم. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك والشير، فعلوا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. روتين تشجيع يا حبيبتي، ربع كيلو لحمة. عندك 3 4 عيال، ربع كيلو لحمة حلو جدا جدا مش وحش. وهو مش بس الأكل لحمة وفراخ، أهم حاجة الخضار. حطينا عليه حبة رشة خضرة تديله لون كده حلو ومبهج وتطعمي بيها برضو. وهنظبطهم مع بعضينا. جبنا العيش وقطعناه. انا يا حبايب قلبي ما بحبش اعمل الرغيف صحيح على بعضه، حتى اساسا شكله ما بيبقاش حلو. بجيب الرغيف بقسمه 2، واحيانا بعمله 4. النهارده عاملاه 4 وعاملاه رغيف 2. ادي الفلفل الالوان يا حبايبي جايبه الكيلو ب25 جنيه. ده كيلو ب25 جنيه، خدت منه قرنين للحواوشي، كل قرن خدت نص كمان مش كله. وده الفلفل الشطة دول كيلو وربع ب15 جنيه. الكيلو ب12 جنيه حبايب قلبي، بس خدت الكيلو وربع ب15. ده بقى ان شاء الله هنفرزه مع بعضينا لرمضان إن أحيانا المولى. أه هنحشي الحواوشي مع بعض. والله يا حبايب قلبي الواحد اتخنق مش عارف يعمل ايه. بص الربع ده بيبقى صغنن وخفيف في الاكل وسبايسي كده وشكله جميل، وحتى لو اديتيه العيل يعرف ياكله ويتحكم فيه. والله انا عن نفسي بعشق. انا بحب اخد من الصغنن ده. وعلى فكرة ما بيشيلش كتير زي الرغيف او زي النص كمان، تعرفي تتحكمي فيه. وحبة فلفل كده على حبة خضرة على 3 بصلات كده حلوين، وتدمجيهم في بعضهم مع التوابل. هي اساسا يعني العيشة والحياة مش بس لحمة وفراخ زي ما قلت لكم حبايب قلبي. الخضار حلو برضو، والخضار جميل. انا بعشق الخضار والله، وخصوصا خضار الشتاء. خضار الشتاء بيبقى بسم الله ما شاء الله عليه جميل جدا في السوق. انا دول هرصهم في الطاسة وهحطهم في الفرن
لانه في اللي بيحبه في الفرن وفي اللي بيحبه بقليهوله من فوق. انا عن نفسي من عشاق اللي بيبقى في الفرن، ما بحبش اللي بيتقلي من فوق، لاني ما بحبوش طري بصراحة، لان اللي بيتقلي من فوق بيبقى طري شوية عن اللي بيخش الفرن. فانا بحب اللي هو ايه بيخش في الفرن. فدهنهم طبعا دهنة زيت خفيفة، ورشيت الطاسة رشة خفيفة قوي بس عشان ما تتحرقش، وهنولع الفرن وهنحطهم فيها ونسيبهم مع نفسهم. واللي بيحبوا من على الطاسة استوى على الطاسة من فوق، ده ولعنا النار وهنسويهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. ويا ريت يا حبيبتي، يا ريت لو معاكي اي مبلغ كده الحواوشي اللي من فوق هو بيستوي بسرعة، بس انا حاطه على نار هادية طبعا العين الصغيرة، وبسيبهم مع نفسهم. لسه انا حاطه عاملة بدري عامة، وبعد ما اخلصهم ان شاء الله يكون اللي في الفرن استوى، وكله هحطه في الفرن واحطه بقى في الفرن. هنحمر جنبهم حبة بطاطس، لان طبعا دايما انا عندي زي الشريك المخالف، مفيش ما يتفقوش ابدا على اكله كلهم مع بعض. ابوهم بسم الله ما شاء الله كان لحمه وطبيخ. ندى وياسمين كلوا كريب بالبطاطس، جايبين موزاريلا وعملوا بطاطس وقوطه. وانا واحمد ومحمد كلنا حواوشي، ومرات احمد وخالها كلوا طبيخ ولحم. مرات احمد ممنوعة من اللحمة اليومين دول، عشان كارما تعبانة عندها حساسية الألبان، فالدكتور منعها من اللحمة ومنعها من أي أكل فيه حديد. ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. هنعمل جنبهم حبة طحينة. الطحينة حبايب قلبي طبعا، سلطة الطحينة طبعا كلكم عارفينها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم. ودي اللي في الفرن اهو، حمروا من تحت اهو، هنقلبهم. سلطة الطحينة طبعا هتحطي حبة الطحينة في الطبق، تفكهم بحبة مية دافية، تنزلي عليهم بنص ليمونة، معلقة خل صغيرة عشان ما يبقاش الخل ريحته زعقة فيها، حبة كمون، حبة ملح، حبة شطة. والشطة ده أهم حاجة في الطحينة بصراحة، هي اللي بتظبطها وبتخليها ما شاء الله عليها. ادينا هنعملها مع بعضينا اهو. انا كده فكيتها وقلبتها، وكمان القوام بتاعها كده جميل حلو قوي. هنرش لها بقى حبة الملح ونظبطها بالكمون بس ما بحطلهاش فلفل اسمر يا بنات عشان ما تغمقش، لان لما بحط لها فلفل اسمر بتغمق. فهي محبوب لها الكمون والشطة اكتر حاجة. ممكن تحط لها حبة كزبرة ناشفة. في ناس بقى بتحط لها قرفة جنزبيل الحاجات دي، لكن احنا بصراحة ما بحبش الحاجات دي فيها. والقرفة والجنزبيل يعني انا يعني احنا في البيت ما بحطهم قليل قوي 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 على الاكل. يا ريت حبايب قلبي فضلا من سيادتكم متنسونيش في اللايك، متنسونيش اللي ما اشتركش في القناة يشترك. داخل اللي يشرفني اول مرة في قناتي بقوله يا مرحب بيه. على دماغي من فوق تاخد نص الليمونة كده تعصريها على السكينة عشان ينزلك كل المية اللي في الليمونة. ما تعصريها على السكينة ينزلك كل المية، وينزلك كمان التفل اللي في الليمونة، بيدي طعم حلو اوي اوي للطحينة. وتقلبيهم بقى وتحطيهم في اطباق صغيرة، وكده سلطة الطحينة بتاعتنا خلصت. يا ريت حبايب قلبي تشجعوني شوية، يا ريت تتفاعلوا مع القناة شوية. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، يهدينا ويهديكم يا رب. بس القوام بتاعها كده حلو اوي. هنفضيها في طبقين صغيرين. وخلاص الحواوشي بتاعنا شبه خلص كده، خلاص بنعمل الحبة الصغيرين اللي من فوق. وكده الفرن احنا خلصنا وطفينا عليها.
ويوم وعدى، والحيرة بتاعت كل يوم، كل يوم تاكلوا ايه، كل واحد عاوز ياكل اللي على مزاجه، كل واحد عايز يجيب له حاجة شكل، كل واحد عايز يجيب الحاجة اللي هو بيحبها. دلوقتي طبعا الأسعار وغلاء الأسعار اللي سد نفس الناس كلها كده. الحواوشي اللي فوق كده حبايب قلبي كده خلص اهو، طلعناه ورصينا واحد قدام واحد على الصينية عشان ما يطراش قوي، مرضتش ارصه على بعض عشان ما يطراش قوي. وهنا طبقين الطحينة، وهنطلع الحبة اللي في الفرن، واللي عاوز من ده ياكل واللي عاوز من ده ياكل. وكده خلصنا الأكل. وادي ايه الأكل بتاعنا بعد ما خلص. تعالوا اتفضلوا معانا، وبالهنا والشفا على قلوبكم. ما تنسوش اللايك.